بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مجددا. اليوم راح أتكلم عن موضوع مهم، وهو موضوع زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي. موضوع تكلموا فيه من فترة كبيرة، وكان فيه يعني موضوع يعتبر جدلي، في ناس مؤيدة وفي ناس رافضة، وكل ناس لها تبريراتها اللي تشوف من خلالها انه يعني المؤيدين يشوفون انه زيادة عدد الأجانب من صالح الدوري السعودي في المستقبل، ومن صالح المسابقة. والرافضين لهذه الفكرة يرون أن المنتخب السعودي هو المتضرر الأكبر من زيادة عدد الأجانب، ونتيجة عدم لعب اللاعب السعودي لعدد دقائق أكثر، وأن يكون احتياطيا في فريقه فلا يلعب أساسي. عامة الموضوع هذا نوقش كثير وفيه جدل وخلاف كبير، لكن برضو من الأسباب اللي خلتني أتكلم عن هذا الموضوع بصراحة إنه الإعلامي الكبير وليد الفراج، أبو بدر اللي نحترمه كثير، اتكلم بعد بطولة الخليج. ظهر في برنامج أكشن يا دوري بعد بطولة الخليج بعد خروج المنتخب. اتكلم وأحضر اللي هو الخطة حقت الاتحاد البحريني، اللي هي يعني مسابقة الدوري وكيفية اختيار اللاعبين للمنتخب وكذا. وقالها بالحرف الواحد، يعني معاتب للاتحاد السعودي، قال إذا تبغوا تحققوا إنجازات يعني عليكم أن تشتغلوا مثل ما يشتغل الاتحاد البحريني، أو تعملوا مثل ما يعمل الاتحاد البحريني. وأنا بصراحة يعني ما أشوف أنه المذيع الكبير وليد الفراج وفق في هذا الطرح أبدا، لأن من رأيي البسيط أعتقد أن الاتحاد السعودي جالس يعمل بشكل كبير، جالس يعمل بشكل إيجابي، وأعتقد أن الخطة للأمام للمستقبل. يعني إحنا مشكلتنا أن نستعجل النتائج، جالسين نحكم على التجربة بشكل يعني مستعجلين في النتائج، وبشكل أعتقد أن فيه إجحاف لعمل الاتحاد السعودي. أنا ما راح أتكلم عن مستويات المنتخب سابقا، راح أتكلم عن التجربة، هل هي مفيدة أو غير مفيدة. وراح أتكلم وأستند على بعض النقاط إن شاء الله أنها تكون وافية توصل الصورة، إذا كان عدد اللعيبة الأجانب مفيد للدوري السعودي أو لا. عامة إحنا لو نظرنا للمنتخب، المنتخب السعودي من فترة كبيرة، أعتقد أنه بعد ما تحقيق المنتخب السعودي لكأس آسيا في الإمارات، كان فترة يعني تعتبر قلت فيها المواهب أو قل فيها اللعيبة المهاريين. كان لدينا بصراحة يعني منتخب عالي جدا، فيه أسماء قوية جدا. بعد هذا الجيل قل المنتخب السعودي، قل حتى المواهب في السعودية قلت. إلى 2007 منتخب كان خارج إلى كأس آسيا، ما كان مرشح نهائيا، وكان الكل متوقع أنه يخرج من الأدوار التمهيدية، لكن المجموعة كانت متفاهمة، المدرب عرف إمكانيات اللاعبين، عرف يوظفها، وصلنا لنهائي مع العراق، وخسرنا نهائي كأس آسيا. طبعا برضو في لبنان خسرنا كأس آسيا. عامة اللي حصل الفترة اللي فيها اعتبروا انه فترة تغيير جلد للمنتخب السعودي، حصل دروب كبير، وبصراحة خلونا نقول بمعنى أصح أصبحت المواهب أقل في الكرة السعودية. السبب، احنا في سبب أغفلناه، سبب كبير، اللي هو الملاعب الترابية أو ملاعب المساحات قلت في المدن الكبرى. كانت الرياض فيها مساحات بين كل ملعب وملعب، في ملعب، وكذلك في جدة في المدينة في المنطقة الشرقية.
المدن كبرت، المساحات قلت، فبالتالي المساحات الترابية في المدن وملاعب الأحياء قلت. كانت ملاعب الأحياء تعتبر الرافد الأكبر للأندية، تخرج مواهب، وكان الشباب يعني كانوا يمارسون هواياتهم الأفضل اللي هي كرة القدم. بعد التقدم اللي حصل والسوشيال ميديا الهواتف الذكية وكذا، بصراحة تحول، يعني قلت المواهب، لأنه أصبحوا حتى الشباب صاروا يمارسوا الألعاب عن طريق الكمبيوتر، أو عن طريق البلاي ستيشن أو السوني، يعني عن طريق ال يعني صاروا يمارسوا رياضاتهم عن طريق الألعاب الإلكترونية في البيت. فقل الشغف في كرة القدم، رغم أنه الدوري يعني كان نوعا ما جيد مشاهد وكذا، ولكن الشغف قل. فبصراحة هذه المجموعة من الشباب، أنا معلم تربية رياضية وأعلم حتى في المدارس قل الشغف، ما في المسابقات، ما صار الطالب، لا، ما صارت تستفزه المسابقات المدرسية، ما صارت، ما في عنده المساحات، ما في إلا ملاعب معينة، ملاعب معينة وقليلة، أكاديميات تعتبر ربحية، يعني لا تهتم كثيرا باللاعبين. فكنا بحاجة إلى شيء أو يستفز هذه هذا الجيل، حاجة قوية تجعل هذا الجيل يلتفت إلى هذه الهواية. الآن بقوة الدوري السعودي بمحترفيه، العالم كله أصبح أنظاره على الدوري السعودي، مباريات الدوري السعودي تنقل إلى دول أخرى، يعني أصبح الدوري السعودي مشاهد في جميع أنحاء العالم، خاصة المباريات، لأن فيها لعيبة لها أسماء كبيرة. كون إنك تحضر كريستيانو رونالدو اللي يعتبر يعني الأطفال يرتدون زي كريستيانو رونالدو، لكنهم لم يشاهدوا، كانوا يشاهدونه في التلفزيون، الآن من الممكن أن يذهب إلى الملعب ويشاهدوه شخصيا. كل هذه الأشياء بالإضافة إلى التوجه من الحكومة الرشيدة إلى الشباب، كل هذا الزخم من المسابقات المدرسية، من الدواري الموجودة على المراحل السنية، من التحفيز للشباب، كل هذا غير فكر الجيل. هذا الجيل غير فكره، أصبح الجيل الجديد يريد أن يذهب إلى الملعب عادي. يعني الدوري السعودي وقوة الدوري السعودي وإعلاميا وصل حتى إلى هذا الجيل، أصبح لديه طموح. من يرى اللاعبين مثل سالم الدوسري، مثل يلعب مع متروفيتش، يلعب مع أسماء مثل كريستيانو رونالدو، والدوري السعودي مشاهد، ويلاقيه حتى في الهاتف عنده كل الأخبار عن الرياضة، عن الدوري السعودي. احنا الاتحاد السعودي صار يحضر البطولات الأسبانية، الإيطالية، مباريات البطولات في السعودية. عرفنا العالم كله أصبح يشاهد المملكة العربية السعودية. حتى البنية التحتية الآن أصبح لدينا ملاعب على مستوى العالم، ملاعب رائعة لا تقل شأنا عن الملاعب الأوروبية بأي حال. كل هذا التحفيز جعل أعاد الشغف لدى هذا الجيل. في المدرسة لدينا الآن بصراحة، الآن أصبح كثير من الطلبة يحاول أنه ينضم إلى أكاديميات، ينضم إلى نادي لكي يطور نفسه. من خلال هذا الزخم وهذا الحراك اللي حصل في المملكة العربية السعودية. الدوري السعودي لما نقول إنه 7 والله 8 أجانب أو حتى 10 أجانب في الدوري السعودي، أعتقد أنه مفيد، نتيجة احتكاك اللاعبين مع اللاعبين السعوديين مع هذه اللاعبين الأسماء الكبيرة. أيضا
انهم ياخذون منهم العادات الجيده في عمليه الاحتراف. احنا كان عندنا احتراف في بداياته، اللاعب محترف بالاسم، كان محترف ولكن سهر وما فيه جدول غذائي، ما في كل العادات السيئه ممكن يكون فيها وهو اسمه محترف. الان اختلف الوضع، الاحتكاك أصبح يجعل اللاعبين يعلمون أن يتعلمون من هذه الأسماء الكبيرة كيفية أن تكون محترف حقيقي. الاحتكاك أيضا يجعل اللاعب السعودي لا يرهب اللاعب الأجنبي بشكل كبير. أنا لعبت ضد كريستيانو رونالدو، لعبت ضد سافيتش، لعبت ضد نيفيز، كلها أسماء وفي مختلف الفرق، كريم بنزيما، كانتي، فابينيو، كلها أسماء كبيرة كانت تلعب مع منتخباتها، أسماء كبيرة، ومنهم من يلعب حتى الآن في منتخباته وهو في الدوري السعودي يقدم أجمل المستويات. وخير دليل كانتي كان أفضل لاعب في بطولة أوروبا، أفضل لاعب فرنسي، قدم مستويات كبيرة. وكل هذا جعل من خلال المنتخب، من خلال الدوري السعودي، كانتي نقل أن الدوري السعودي ليس سهل، كريستيانو قال أن الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي، جيسوس قال حينما انتقد اللاعب كومان اللاعبين الذين يأتون إلى الدوري السعودي، جيسوس قال أن الدوري إنه جاهل ولا يعلم أن الدوري السعودي أقوى من الدوري الهولندي. الآن أصبح هناك الدوري السعودي أصبح مشاهد، كل هذا سيؤثر على اللاعب السعودي بشكل إيجابي. كل العادات الجيدة، كل الجدية في التمرين، النوم المبكر، التغذية الجيدة، كلها سيأخذها من خلال الاحتكاك مع هذه الأسماء الكبيرة. بالإضافة إلى أن التوجه اللي حاصل الآن من طلبة المدارس، من الطلبة، من الجيل الحالي اللي كله صار يتوجه للأندية والأكاديميات عشان يحقق حلم. أعتقد إنه في يوم من الأيام راح يكون عندنا مواهب كبيرة وموجودة في الأندية الآن. تصور هذه تكبر وحينما تكبر تحتك بهذه النجوم بهذه الأسماء الكبيرة من اللاعبين، صدقني سيكون الوضع مختلف. اللاعب السعودي سيكون لاعب ممتاز، وكما قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي بأنه اللاعب الجيد سيفرض نفسه، فستجد أسماء كبيرة ومواهب كبيرة ستفرض نفسها على الكرة السعودية وستقارع هذه الأجانب. غير كذا، اللي يعتقد أن فزنا على الأرجنتين نتيجة الصدفة فهو مخطئ بشكل كبير. احنا لما فزنا على الأرجنتين ما فزنا بالصدفة، احنا فزنا على الأرجنتين نتيجة احتكاك اللاعب السعودي باللاعب الأجنبي. احنا لدينا أسماء كبيرة محترفة لدينا، نحتك ونلعب معها ونقارعها. فلما قابلنا الأرجنتين ما كان محض صدفة فوزنا على الأرجنتين، لا، كان نتاج دوري قوي أفرز هذه اللعيبة اللي أصبح مواجهة اللاعب الأوروبي ليست عقدة. احنا لعبنا كثير مع الفرق الأوروبية، عمرنا ما فزنا على فريق أوروبي إلا بلجيكا، ما عدا بلجيكا في كأس العالم، ويمكن إنجلترا في بطولة القارات. لكن حتى في المباريات الودية كان اللاعب السعودي يؤدي، وممكن ممكن نقارع المنتخبات الكبيرة وممكن نكون أفضل، لكن عارفين في داخلنا إن ما راح ننتصر، وبالفعل نخسر نتيجة عدم علمهم بثقافة المحافظة على الفوز، كيفية تسيير المباراة. احنا مع الأرجنتين كل هذه كانوا لعيبتنا مستوعبينها نتاج دوري قوي، قدمنا قدام بولندا مستوى رائع وخسرنا بأخطاء فردية. أعتقد أن الدوري السعودي
أن الأجانب في الدوري السعودي تجربة مفيدة جدا بمعية الابتعاث للمواهب إلى الخارج. المفروض أنها تستمر. احنا عندنا الآن يمكن أكثر من 11 أو 12 لاعب يلعبوا في المسابقات الأوروبية. ليس بالضرورة أن تكون في فرق كبيرة جدا، ولكنهم يلعبون منهم الكثير أساسي ومنهم مواهب صغيرة. الآن تسعى الأندية للتعاقد معها، أندية كبيرة، أندية إنجليزية وإيطالية تسعى للتعاقد معها. هذه التجربة أيضا بمعية الاحتراف الحاصل الآن وزيادة عدد الأجانب ستأتي أكلها، لكن يجب أن نصبر، لا نستعجل النتائج، يجب أن نصبر. احنا ممكن نستعجل النتائج ونقول لا التجربة فاشلة وكذا وكذا ونرجع لحالنا، وممكن يطلع ممكن في بطولة معينة المنتخب السعودي يقدم مستوى، ولكن من الممكن أن يكون هناك تذبذب بالمستوى، مرة فوق ومرة تحت، وإحنا هذا الشيء اللي ما نبغاه. احنا نبغى هدف حتى لو كان بعيد المدى، لكن يجعل هناك هوية للمنتخب السعودي إلى فترة كبيرة، ويجعل المنتخب السعودي في مستوى ثابت في جميع البطولات، مستوى عالي ثابت في جميع البطولات. هذا هو الحل بمعية الابتعاث. والدوري السعودي كلما كان أقوى سيفرز لاعبين أقوى وأمهر وأكثر خطورة وأكثر فهم لعملية الاحتراف. سيكون اللاعب الآن لأنه يرى لدينا محترفين، لدينا وتلاقي أنه كثير من اللاعبين الصغار ممكن أن يأخذوا من أقاربهم، من حتى من يرى الأجانب طريقة العادات الجيدة من أكل وشرب ونوم وتمرين والاهتمام بالتمرين. كل هذا ينعكس إيجابيا على الجيل الناشئ في الأندية السعودية. ثم هناك شيء مهم جدا لابد أن نذكره، مسألة الناس اللي تقول إنه لا تقارن التجربة السعودية بالتجربة الأوروبية، لأن هناك اللعيبة ممكن يحترفون لديهم مجال إنهم يحترفوا في أندية أخرى، يعني خارج بلادهم. هذا إحنا جالسين، الاتحاد السعودي جالس يبتعث المواهب، يعني تعتبر المسألة متساوية. إيش الفرق بين تجربة إسبانيا مثلا وتجربتنا؟ أنا راح استشهد بتجربة إسبانيا. أسبانيا لم تكن اسم كبير في عالم الكرة الأوروبية، ولم تكن اسم كبير على المستوى العالمي. لا، إسبانيا كانت منتخب من الممكن أن يخرج من الأدوار التمهيدية وممكن يوصل إلى الدور اللي بعده، لكن ما يحقق بطولات كثيرة. إسبانيا لما كان اللي معرف الناس أو العالم تقريبا في إسبانيا كرويا، اللي كان معرف العالم كرويا في إسبانيا هو ريال مدريد وبرشلونة، وريال مدريد أكثر. ولكن ريال مدريد كان يعتمد على اللاعبين الأجانب، حقق بطولات كثيرة، أكثر لاعبيه أجانب، ما كانوا أسبان. تصور إنه ريال مدريد، إحنا جالسين ننتقد العدد في السعودية، عدد الأجانب كثير، وإحنا عارفين إنه راح يكون في المستقبل مفيد جدا للكرة السعودية، ولكن تصور إنه، هل تعلم أن ريال مدريد في سنة من السنوات لعب ضد فرقة فيا ريال؟ لا يوجد في ريال مدريد لاعب واحد أسباني، وهذه السابقة، ولا لاعب أسباني في ريال مدريد حينما لعب ضد فيا ريال في هذه المباراة. كثير من البطولات الأوروبية كان ريال مدريد يلعب أكثر من 8، حتى برشلونة كان يلعبوا أكثر من 8 إلى 9 لاعبين أجانب، لاعب إسباني 2 لاعبين أسبانيين فقط. هنا ممكن أن يكون احتياط، يجد فرصة، اللاعب الإسباني سيجد فرصة، وبالفعل
حينما أصبح الدوري الأسباني رقم 1 على مستوى العالم، ارتفعت الكرة في أسبانيا. أفرزت أسبانيا تشافي، إنيستا، بويول، أفرزت الكثير من الأسماء التي أصبحت تصعد إلى منصات أفضل لاعب على مستوى العالم وأفضل لاعب على مستوى أوروبا. تجربة واضحة، تجربة واضحة. الآن أسبانيا تقارع الدول الكبرى في الكرة، وأصبحت اسم ثابت مرشح في أي بطولة. حصل على بطولة أوروبا 3 مرات، حققت كأس العالم. أصبحت أسبانيا اسم في كرة القدم واسم كبير. فتجربة الأجانب أعتقد أنها مفيدة جدا جدا للكرة السعودية. أخيرا، حينما أقول أن أبو بدر لم يوفق في الطرح فعلا، لأني أعتقد أنه من الإجحاف أن نتكلم على عمل الاتحاد السعودي، ونحن نرى كل هذا التألق الذي لوى الأعناق ناحية المسابقات السعودية، لوى الأعناق ناحية المملكة العربية السعودية. نحن سنستضيف كأس العالم، لابد أن يكون لدينا دوري قوي يعكس ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من تقدم في كل المجالات، ومنها البنية التحتية، منها المسابقات السعودية. لابد أن نواكب هذه المرحلة. وأخيرا، بالفعل أعتقد أن زيادة عدد الأجانب سيجعل اللاعب السعودي أكثر قوة وأكثر خبرة وأكثر حنكة في المسابقات الدولية. لو شارك المنتخب السعودي في المسابقات ستجد أن الفوارق ستقل جدا بين اللاعبين الأجانب والمنتخبات الأوروبية ومنتخبات أمريكا الجنوبية ومنتخبنا إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق. أتمنى أن أكون وصلت مجرد فكرة بسيطة عن هذا الموضوع. أراكم في موضوع آخر. السلام عليكم.